السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة وإليكم التفاصيل. يعني كي تشوفوا خوتي المغاربه يعني شوفوا مشاهدينا الكرام، يعني خرجت هدداتك الصحافي، هدداتك اخويا، هدداتك الصحافي. قالت لك راه هادشي ممنوع وما تيخص يكون الزوج ديالي وتيخصو حنايا راه تنديرو غير القانون، تنديرو غير الواقع، تنشرو اولا تنرسلو واحد الرساله بان هادشي ما خصوش يكون ديال العائلات. يعني هذا الاب كبير عمرو 84 سنه وهادو الابناء ديالو جاو من برا، جاو بغاو غير يشوفوه. انت نعات هاد السيده انهم يدخلوا رغم ان كاين السلطات باش حكم قضائي باش انه خصو يدخل يشوف ولادو. هددات، نعم هددات بالمباشر، هددات صحفي في هاد اثناء، هددات صحفي، هددات صحفي يعني. صافي سعاد بركه انت تهدد الصحافه، شكون هي؟ هذيك كتهدد الصحافه، هذيك كتهدد الصحافه. هذه حسب السفاره هاكي. انت تهدد الصحافه بطريقه بشعه، وحق الرد مكفول للجميع. قوه القانون كل انضباطا وانسجاما مع يعني قانون الصحافه والنشر، حق الرد مكفول. لكنها تهديد الصحافه وتهديد الاعلام. خويا الشتا تهدد الصحافه. هاد السيده هذه قد تكون باللي راه باغا تتبعكم قضائي واش تحل عنا الله شنو عارف. هاد البنت هذه هي اللي متبنيه وجمعت له كل شيء. فهمتيني بلاتي، هاد السيده هذه هي اللي منعانا، هي ماشي بنته. فهمتيني بلاتي، هاد السيده هذه ماشي بنته، راه غير مربيه. فهمتيني، ودار السميه ديال باس، راه سرقوها من السبيطار، وجابوها هنايا. حنا قلنا ما كاين مشكل نربيوه، ولكن جمعت له كل شيء. هاد البنت هذه هي امها اللي استغفر الله العظيم. كتجي الاب ديالك وبطريقه بشعه تهدد الصحافه، وكأن مفاتيح السجن بين يديها، مفاتيح القانون ما بين يديها. نحن في دوله الحق والقانون. هاد الناس يشوفوا الاب ديالهم ما جاوش يديروا. رجال الامن كانوا حاضرين هنايا، رجال الامن جاوا تكلموا معها بطريقه يعني فيها الاستعلاء، جاوباتهم بطريقه غير اخلاقيه. هددت الاعلام، هددت الصحافه، وكأن مفاتيح السجن. هذا العقليه هذه هي عقليه بعيده، عقليه سليمه معها. حنا في دوله حق القانون وحق الرد مكفول للجميع. اللي غنقدر نقول لكم الاخوان هو انه هاد العصابه هادو اللي هنايا راه هما عصابه جامعين منهم، لا محاميين ولا قضاة. انا نقول لكم اون ديريكت، لا قضاة اللي مدورين معاهم، ولا محاميين ولا النيابه. عرفتي شنو عندهم؟ كاع لي مويان، عندهم كاع لي مويان. وحنا عندنا الله سبحانه وتعالى، حنا عندنا غير الله سبحانه وتعالى. جينا لهنايا باش نديروا صله الرحم مع الوالد ديالنا. فهمتيني، هادشي اللي كاين. عندنا حكم قضائي عبد الله كيحقر عليه، كيحقروا على القضاء، على الحكم القضائي. خصنا الوالد ديالنا يخرج، هذا ما كاين. مشيت لعند النيابه العامه، مشيت عند الامن الوطني، مشيت عندهم قال لك راه غنصيفطك بوليسي. فين هو البوليسي؟ لا اسمح لي ما جا لهنا حتى نوض صداع، ما كاينش البوليسي. ما تقول لي شي كان البوليسي، حتى انا تصدع عاد كان البوليسي. كان لا اسمح لي. انا مشيت من بعد، انا مشيت للكوميساريه الاولى والكوميساريه الثانيه، ومشيت للولايه. المهم قلت لهم انا بغيت سيدي واحد يجي يصاوب واش كتقول له هذيك، يكزيكوت لو جوجمون. جبناه لهنايا، ما بغاوش يحلوا لا النوبه الاولى ولا النوبه الثانيه. دابا خصنا نديروا الهايله. قال لك واحد خصنا نديروا الهايله باش هما يحلوا. دابا نتوما براسكم بالصحافه هدداتكم حتى نتوما. ايماجين اي واحد يقرب هذا الباب كيجيب لهم الامر صح. فهمتيني، انا مشيت سلمي. غاندي اللي كيعرف غاندي، مشيت سلمي، ما بغيت ندير لا صداع على بالو. هاد الناس هادو مجرمين، خصهم يخرجوا لي با. بوان فينال. عندي الحق jusqu'à 6 heures aujourd'hui selon le juge. J'ai un jugement de 10 heures à 10 heures. Ils dépassent la loi. Ces gens-là, ils dépassent la loi. Ils sont en dehors de la loi.
إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد وشكرا. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد وشكرا.